في مصر دونا عن باقي دول العالم كله، حتى لو قارنتها بالدول الفقيرة هتلاقي في الدول الفقيرة في يعني نوعا ما القانون ماشي. اكيد الدخل تعبان والناس مش لاقيه تاكل، الناس مش لاقيه تشرب، الناس مش لاقيه سكن، اسوأ بكتير بكتير من مصر، ولكن عندهم حتة القانون شغال والعدالة واخدة مجراها الى حد ما. مفيش ظلم بحت زي في مصر، لكن مصادرهم على قد حالهم. انا بحكي على الدول الفقيرة. تلاقي مثلا عندهم نشاط كروي او رياضي في افريقيا ما تلاقيش فيه مشاكل بين الانديه، تلاقي فيه تنافس، وده بينافس ده، ممكن ياخد الدوري، ده ممكن ياخد الكاس، ده ممكن ياخد، يعني ما فيش نادي واحد مثلا مسيطر في كل شيء، بالرغم انها دول فقيره وافجر من مصر بكتير في افريقيا وفي اسيا وفي كل مكان. مش هقول لك اوروبا ولا امريكا ولا الكلام ده كله، انا بحكي لك في دول افريقيه ودول اسيويه افجر من مصر بمراحل، لكن عندهم في نسبه عداله، في نسبة إنسانية، في نسبة احترام في العموم. يعني في حد أدنى للوقار وللأخلاق وللرقي وللإنسانية وللعدل وللشرف والنزاهة، اللي هو في مصر مفيش أصلا ولا نسبة 1% من الكلام ده. للأسف في مصر كل شيء بيمشي حسب قوتك. أنت قوي، أنت صح، اخلاقك ايه، الفاظك ايه، معاييرك ايه، مبادئك ايه، اي شيء، كل ده ما يفرقش. لكن طالما انت قوي كل ده صح، كل ده صح، كل ده صح. اي شيء تقوله صح، اي شيء تعمله صح. تتاجر في المخدرات صح، تتاجر في الزيتون صح، تتاجر في السلاح صح، تتاجر في اعضاء البني ادمين صح، تتاجر في العدالة وفي الحق وفي الشرف والنزاهة، وتكسر كل قوانين الطبيعة المصرية والشوارع والمؤسسات والمدني والعسكري وكل شيء، وتكسره وتكسر، بترمي بقوانين عرض الحائط زي ما بيقولوا. في الاخر انت صح. ليه؟ لانك انت قوي. المواضيع في مصر ما بتمشيش حسب قانون الدولة، في قوانين للشعوب بتنظم داخل كل دولة الحياة. لا، القوانين دي ما تنطبقش عليك طالما انت قوي، بلطجي قوي، معاك نفوذ، كل شيء ليك صح، اي شيء تدخله تملكه، اي شيء تقول عايزه تاخده. انما مفيش حاجة اسمها واحد صغير ممكن يتنافس قصادك عشان يشتري حاجة معينة. لا، ده ما يمشيش في مصر. ممكن يمشي في اي دولة تاني، بيحطوا قواعد للمنافسة. والله انت خليت بالقواعد معلش مش تقدر، انا غني وانا معاه، لا 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 لا، انت قوي، لا ما ينفعش. في حد ادنى للإنسانية، في حد أدنى للشرف، في حد أدنى للكرامة، للعدالة، للنزاهة، في مجالات الحياة كلها في أي دولة أفجر من مصر بمراحل. فتلاقي الناس عايشة ومبسوطة، وتلاقيهم بيغنوا في مناسباتهم ومبسوطين حقيقي، بالرغم ان هم فجرة وبلاد فقيرة جدا، انما تلاقيه عندهم نسبة حد أدنى للرقي والأخلاق والإنسانية بينهم وللقوانين البلد، لان مصادرهم تعبانه. لكن في قوانين بتحمي حقوق الناس دي وبتحمي الحد الادنى من الانسانيه والكرامه والشرف والنزاهه في المسابقات بقى، في الشركات، في الشغل، في العمل، في ده في ده في ده. فتلاقي الناس عندها حته رضا عن بعضها بسيطه، بتتقبل اي شيء. مفيش بقى عندهم ان القوي ده هو اللي ياخد كل شيء، هو اللي صح والناس دي كلها غلط، زي في مصر. للاسف في مصر اصبح، يعني مش هقول لك في مجالات الحياة، لأن مجالات الحياة ماشي القوي بيكسب في أغلب الدنيا في العالم، ماشي في بيكسب بنسبة كبيرة، تمام. لو هتحكي سياسة، لو هتحكي اقتصاد، لو هتحكي مش عارف ايه، بس في الدول الكبيرة برضو في قوانين بتطبق بحذافيرها، وتقدر تنافس بشرف، وتقدر تشتكي وتاخد حقك ويتحقق في المواضيع. اركن الدول دي على جنب، خلينا في مصر. لما يكون مجال الحياة في شركات وفي شغل وفي بتاع، ممكن اتفهم والله بالفلوس الدنيا بتمشي، خلاص هي بقت كده، هي بقت كده عدل ووش، تمام. مع ان ده غلط، هو ده مش المفروض يكون. المفروض يكون في حد ادنى للانسان والكرامته والشرفه والنزاهته والانسانيته، نحترمها سواء فقير او غني او ما عندوش او كذا او كذا، خلفيته ايه ايا كانت. في حد ادنى للرقي للاخلاق، بيطبقوا القانون على الكل.
عارف في مجالات الحياه كلها ممكن انا حد ما تمشيه ده كله في مصر، لكن لما تيجي لمجال الرياضه اللي هو المفروض المجال الوحيد اللي كمان اعلى من قوانين المدنيه. ليه؟ لانه بيرتبط بالتنافس الشريف وتقارب الشعب كله، مش الشعب ده، شعوب الدول. تخيل الرياضه اتعملت عشان تقارب الدول المتناحره بينها وبين بعض، عشان يعمل كده تقارب، لان ده مجال تنافس رياضي، في اخلاق رياضيه، في روح رياضيه، في نزاهه، في شرف. في واحد يتعور التاني ما يرضاش يعمل فيه سكور ولا يجيب فيه هدف لانه شافه متعور. لو هو قدام الجون وده وجعه قدامه بيوقف الكوره، لان هو ده التقارب وهي دي الانسانيه وهي دي الرياضه. لكن للاسف ده في كل دول العالم بقت فقيره، اوروبيه، شرقيه، اسيويه، افريقيه. لكن سبحان الله تيجي في مصر دونا عن باقي دول العالم وتلاقي فيها هي الوحيدة ان الرياضة اصبحت اسوأ بكتير من السياسة. القوي يكسب، اخلاق رياضية في الارض، حكام تبع القوي، منظومة تبع القوي، في قواعد ولوائح تطبق على كل الاندية الا النادي الاهلي. الاهلي هو القوي، الاهلي هو اللي ياخد الميزانية، هو اللي ياخد العروض، هو اللي ياخد الاعلانات، هو اللي ياخد الدوري. بقى واجع مش واجع، مهزوم من صن داونز ومعاه مليارات الدولارات لعيبه وبيخسر من فرق عاديه، لكن لا ده لازم يكسب، ده الحكام يسيبوا له مباراه تاني فوق المباراه عشان لازم يكسب. ده اي قرار عكسي لازم يتحسب من اول الدوري لاخر الدوري عشان لازم نضمن ان الاهلي ياخد الدوري في الاخر، لان الاهلي خسر افريقيا وخسر في الكاس الرابطه وخسر مش عارف ايه، فما ينفعش يخسر كل حاجه، لازم ياخد الدوري. اذا خسر كل شيء لازم ياخد الدوري. صرف فلوسه على اللعيبه فما جاش معاه فلوس يصرف في افريقيا السنه دي فخسرها، لانه فلوسه كلها راحت على اللعيبه والحكام، فما قدرش يصرف على صن داونز شويه زي ما عمل قبل كده وياخد المباراه ويطلع النهائي ويصرف وياخد البطوله، لانه صرف كتير على الدوري وعلى اللجان وعلى التظلمات والاتحادات، وظلم كتير وصرف كتير على الحكام، فما جاش معاه فلوس كفايه يقدر ياخد افريقيا. ما اللي بيعمله في الدوري هو اللي بيعمله في افريقيا بالمناسبه، بس قبل كده كان بيوفر فلوس كتير من بتاعه الدوري، لان كان في بقى الحاج عامر بيظبط له الجدول وبيريحه براحته، فيروح يلعب هنا براحته، يستنى شهرين ثلاثه ويلعب مباراه سهله يكسبها، يلعب مش عارف. لكن لما اتحط جدول محترم اتزنق فاضطروا يصرفوا فلوس كتير على الحكام من اول الدوري. لذلك الموسم ده اسوأ موسم في تاريخ الرياضه المصريه للتحكيم المصري. طبعا هو التحكيم المصري طول المواسم سيء، بس السنه دي اسوأ موسم، لان من اول مباراه حرفيا لاخر مباراه في الدوري التحكيم بيجامل الاهلي، من اول مباراه لاخر مباراه التحكيم بيعاند وبيظلم الزمالك وبيعاند وبيظلم في بيراميدز. تمام؟ انت في الدوري المصري في الكره المصريه اصبح القوه او البطل هو المسيطر بالفلوس وبالشمال وبالسطوه وبالزيتون وبكل ما اتى من قوه شمال، ايا كانت فلوس بقى رجالها عمال يصرفوا فلوس على المنافسين، يصرفوا فلوس على الحكام، المهم ان لازم الاهلي ياخد الدوري، لان هو فلوسه صرفها كلها قلنا على الدوري، فلازم ياخد الدوري. يعني مش معقول يصرف كل الفلوس دي لانه خسر افريقيا ويخسر. هو قصه كله تاريخه سواء محلي او قاري كده. لما بيروح كاس عالم ولو هو فعلا فريق قوي جدا كان زمانه خد البطوله دي مثلا، يعني كان زمانه خدها، لان اصلا بطل اوروبا بيبقى لاعب قبلها بيوم ويركب الطياره وبيجي منهك ومش في دماغه اساسا بيلعب كده وبياخد بطوله بيروح. لو الاهلي ده فعلا فريق قوي كان يقدر ياخد البطوله دي كذا مره، لكن اقصى شيء وصل له ضمن الفرق التعبانه اللي بتبقى في البطوله اللي هي اصلا فرق مجهوله، اقصى شيء عمله خد الثالث ده الوداد وتيما زيمبي. الوداد وتيما زيمبي خدوا الثاني قبل كده مرتين. ده الزمالك نفسه خد البطوله دي مرتين لما كانت اسمها الافرو اسيوي واتوقفت وتحول اسمها لكاس العالم للانديه. قبلها الزمالك في الفتره خدها مرتين، فاز بيها مرتين واتوقفت وغير الفيفا اسمها حولته لكاس العالم للانديه. لما الزمالك قوي على ارض الواقع، مش قوي بالشمال، مش قوي بالزيتون والاعلانات والوساخه والقذاره اللي بنشوفها من شركات بتعمل مسخره وتسخر من الكرامه والشرف والنزاهه، وكأن اللي يمشي عدل في مصر الناس تسخر منه، كأن اللي يمشي مظبوط الناس، عكس كل دول العالم.
في الدول الغربيه والاوروبيه لما واحد بيعمل شيء كويس الكل بيقف بيحييه. انت انسان، انت راقي، انت عندك شرف. الوالدين هنا بيعلموا اولادهم الشرف والنزاهه، ولما يجيب هدف ما يقعدش يغايظ في اللي جاب فيهم الهدف، بالعكس بعد ما يخلص يروح يسلم عليه، والتاني فرحان ومبسوط لانه لعب واستمتع بالوقت. كله بيحب بعضه في جو تنافسي، في جو عداله، في جو نزاهه، في جو تقارب للبعض. ففي الدول الاوروبيه بيشجعوا ده. انت بقى في مصر، في مصر بالشعارات اللي واجعين دماغنا بيها وواكلين دماغنا بيها، واكتر دولة فيها متدينين مسيحيين ومسلمين بجد، وللأسف هو ده اللي ضيع مصر. لأن كله كلام في كلام، كله تنافس على الورق، مفيش في أرض الواقع تدين حقيقي. التدين الحقيقي هو إنك تبقى إنسان تحفظ الحج والعدل والشفافية والنزاهة لكل الناس، لأن ربنا شايف، ربنا مش هينضحك عليه باللي انتوا بتعملوه ده كلكم. انت دلوقتي في مصر بتشجع على الوساخه، بتشجع على القذاره، ما بتشجعش على الرقي، على الاخلاق، ما بتكرمش الناس المحترمه، بتكرم واحده مثلا لا مؤاخذه يعني رقاصه والام المثاليه. طب ازاي تيجي ازاي يعني باي عقل؟ معلش ما هي مهنه محترمه وكل شيء، مش هنتكلم في المهن ولا بس يعني هل دورت في ال60 مليون على الاقل ست في مصر ما لقيتش واحده كانت يا عيني بتروح تحفى كده وتتقطع رجليها من الشغل ومن التعب ومن قله النوم ومن قله الغطا ومن قله الاكل والشرب عشان توفر لاولادها اكل وشرب وفلوس تروح المدارس ويطلعوا دكاتره؟ ما لقيتش واحده في مصر تكرمها مثلا غير دي. انت في مصر بتكرم الشمال، في مصر بتكرم الاهلي، في مصر بتكرم اللي معلش يعني بتجيب فلوسها من الهوا ومن هز الوسط. معلش كلها مهن، بس في ناس مهنها بالتأكيد 100% شافت في حياتها شرف وكرامة وعرق جبين وتعبت وسهرت الليالي أفضل بكتير من كده. انت في مصر ما بتكرمش اليمين، انت بتكرم الشمال، انت بتخلي الشمال فوق. فعلشان الزمالك يقدر ياخد حقه لازم للأسف الرياضة تتحول لنظام سياسة، ولازم الزمالك يبقى أقوى. مش هتقدر تاخد حقك إلا لما تبقى قوي، زي السياسة بالظبط. في أي دولة بين دولة ودولة، الدول القويه دي انا شايفين ترامب بيروح ياخد فلوس وهو باشا. ليه؟ دوله قويه، سياسه قويه. هي دي السياسه. السياسه اعمل اللي انت عايز تعمله عشان تريح شعبك جوه دولتك، تريحه. روح اعمل كده. السياسه حاجه والرياضه والمفروض والنزاهه والكلام ده كله حاجه. بس انت حولت الرياضه في مصر المفروض المجال الوحيد اللي فيه تقارب بين الناس ونفسيه كويسه بين الناس. خليت واحد زي هبه ده طالع يضايق في الناس، يقول ايه يعني الاعلان؟ واحده زي لميس الحديد تقول ايه يعني ما اعلان حلو؟ واحد زي نجيب ساويرس ايه يعني اعلان لذيذ، هو بس الزملكاويه زعلانين. طب وانت لو كان العكس حصل، مش كان زمانك دلوقتي يا هبه مولعاها؟ يا شوبير ما كانش زمانك مولعها دلوقتي؟ ولا ده الشركه لازم تتسحب الرخصه، ده كلام ده الحض على العنف والكراهيه والارهاب، ده ما ينفعش، ده انت طالبت بترحيل سياسي يا راجل قبل كده وسحب الجنسيه منه، وانتوا كلكم زيطين في الزيطه. انتوا اصبحتوا تكرموا الشمال وتهيجوا وتميجوا كلكم باعلامكم على المحترم اللي عايز يعيش كويس، واللي ده مش خالي منكم من تقطيعكم. المحترم دلوقتي مصباح مش قادر حتى يعيش في حاله، ده انتوا مش سايبينه يعيش حتى في حاله، ده انتوا بتسخروا منه كمان. يا ريت مثلا انت خدت حقوقه وسرقت لعيبته ودمرت مجالسه وخدت بطولاته وعملت كل شيء، يا ريت تسيبه. لا ده انت كمان بتسخر منه وداخل له جوه بيته، تسخر منه باعلاناتك وحاجاتك وعربيات اسعافاتك وقله ادبك، وبعد ده كله كمان بتقول ان ده شيء عادي وده اعلان حلو. ده ايه السوء اللي انتوا وصل؟ ده ايه الانحطاط اللي وصل ليه الاهلاويه في مصر؟ ايه قمه الانحطاط اللي ما بقاش فيها انسانيه دي؟ ايه الدوله اللي سايبه كل واحد كل من هب ودب يشيط في المحترمين؟ انتوا عايزين الناس كلها تبقى مجرمين يعني؟ للاسف الرياضه في مصر لن ينصلح حالها الا لو كل الانديه وقفه محارب وتستخدم كل الطرق الشمال ضد النادي الشمال. لازم تبقى انديه قويه. وانا بطالب كل جماهير الزمالك انها تطالب ان نادي الزمالك يتخصخص ويتباع لواحد ملياردير كده ويجيب صفقات ويظبط الاجواء والجمهور وراه. مش بيراميدز معاه فلوس لكن ما عندوش جماهير، الزمالك عنده الجماهير ناقصه الفلوس. خليه نادي خاص واتفرج بقى على الزمالك، وهندفع وراه وهنزج وراه وهياخد كل البطولات لو هو بس جه واحد ملياردير مسكه. احنا نطالب بخصخصه الزمالك. لما الزمالك يبقى نادي قوي وقتها يقدر ياخد حقه، لكن مش هينفع بقى نطالب ونكذب وبيان واحنا نعترض
ونقدم بلاغ للنائب عام واحنا نرفض هذا، والرياضه اخلاق وشرف ومش عارف. مش هينفع. لن ياخذ الزمالك حقه للاسف في الرياضه الا لو كان قوي. اي دوله في العالم الزمالك واي نادي يقدر ياخد حقه من غير ما يطالب، لان في مسؤولين بيطبقوا الحقوق على الكل، بيطبقوا القانون على الكل، اللوائح على الكل زي بعضها. لكن في مصر القوي ما بيطبقش عليه حاجه، الضعيف بيطبق عليه بعنف كل حاجه ولحظيه وسريعه. لن ياخذ الزمالك حق ولا اي نادي في مصر الا لو كانوا اقوياء. وللاسف بنقول ده في الرياضه، ومش اقوياء مثلا لعب وكوره وبتاع، اقوياء سياسه وبلطجه وارهاب وجمهور وعنف وقله ادب ووساخه وشمال. مش هينفع غير كده. انت عايز الزمالك باخلاقه دي يكسب في مصر، يكسب في اي مكان تاني في العالم، وينافس في اي مكان تاني في العالم ببطولات. خد الاهلي ده حطه في اي دوله تاني، اللي هم بيقول لك يلعب في اوروبا، والله ما يروح يلعب في اوروبا، ما هيكمل اسبوع هناك من كتر الخسائر اللي هيشوفها. ولا اساسا هيسابق على في دوري الدرجه الرابعه، لو حطوه هيسخروا من لعبه اساسا. والاهلي بيعرف يلعب الا بالتحكيم، بيعرف يفوز بالتحكيم وبالغش التحكيمي. ده انت ما بتعرفش تلعب يا عم البنك الاهلي اللي معلش يعني مع كامل احترامي ب 3 جنيه وانت ب 3 مليار، مش عارف تفوز عليه لما الحكم ادالك 700 دقيقه واحبط اللعيبه وقرارات عكسيه. يا راجل عيب عليك. الزمالك لازم يبقى قوي، لازم. لو انت عايز رياضه، للاسف هي ما اصبحتش رياضه، هي اصبحت سياسه وارهاب وبلطجه واعلام واعلان. كل ده لازم يبقى معاك. هيبقى معاك امتى؟ لما تبقى قوي وتضرب. لما تضرب تاخد حقك، غير كده ما بتاخدش حقك. في مصر في كل المجالات، حتى مجال الرياضه لم يتركوا مجال في مصر الا وجعلوا فيه سياسه وبلطجه وارهاب وقله ادب ونفوذ وسيطره ورشاوي ومجاملات ومحسوبيه وشمال. والرياضه بقت كده للاسف. اتمنى ان الزمالك يتخصخص ويبقى قوي عشان يقدر ياخد حقه هو وكل الانديه. تحياتي.